فاجأت الدنمارك بالزاف ديال الناس بواحد القرار اللي ما كانش متوقع. حيت علامات رسميا على اعترافها بخطة الحكم الذاتي اللي اقترحها المغرب لحل قضية الصحراء. فالوقت اللي كاين فيه تحولات سياسية كبيرة، هذه الخطوة كتأكد أن الدول الأوروبية بدأت كتقتنع بالحلول الواقعية اللي كتعزز الاستقرار، ماشي غير تصريح عابر. هذا الموقف هو خطوة استراتيجية قوية اللي كترفع من مكانة المغرب فالعالم وتخليك يتقدم بواحد الثقة كبيرة فالطريق نحو حل هذا النزاع اللي طال بالزاف. بجد أنا شايفة إن اعتراف الدنمارك بالصحراء المغربية خطوة جامدة قوي. إيه رأيك في اللي حصل؟ وإيه اللي خلاهم ياخدوا القرار ده دلوقتي؟ أكيد هذا الخطوة مهمة بالزاف بالنسبة لنا. الدنمارك كيف قلتي دعمت مقترح الحكم الذاتي اللي قدم المغرب في 2007، وهذا شيء كيعزز السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. هذا الدعم كبينا أن الدول الأوروبية بدأت كتفهم أن المقترح المغربي هو الحل الواقعي واللي يضمن الاستقرار في المنطقة. فعلا الحلول الواقعية هي اللي بتنجح دايما، بس أنا حاسة إن الموقف ده كمان بيعكس تغير في نظرة أوروبا للصراع. انتي شايفة إن ليه دلوقتي بالذات الدنمارك قررت تعترف؟ صحيح، التوقيت مهم. المغرب داب كيلعب دور أساسي في المنطقة سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي. أوروبا بما فيها الدنمارك ولا تتشوف أن المغرب هو الحليف المناسب لضمان الاستقرار في المنطقة، وهذا الشيء كي يدفع الدول باش تدعم المغرب وخطته اللي تضمن حل سلمي ومستدام. واضح إن العلاقات المغربية الأوروبية ماشية في اتجاه إيجابي، بس هل تتوقعي إن الدول الأخرى في المنطقة ممكن تتقبل ده بسهولة؟ شوفي، طبيعي يكون اختلاف في الآراء، ولكن المهم هو إن المجتمع الدولي كيبان ليه أن الحل الواقعي اللي اقترح المغرب هو الأنسب. وراهي كلما كثرت الدول اللي كتعترف بخطة الحكم الذاتي كلما تقوى موقف المغرب قدام العالم وغادي يكون الحل أقرب. أنا معاكي تماما، وربنا يوفقكم، وإن شاء الله نشوف دول تانية على نفس الخطة قريب إن شاء الله. كاين أمل كبير، وهذا الموقف ديال الدنمارك غادي يشجع دول أخرى باش تاخد نفس المسار. المهم هو نوصله فهذا الاتجاه باش نحقق استقرار حقيقي في المنطقة.